كل من يستمع إلى هذا المطرب الشامي وعلى شاكلته شامي ما بفهم شو بغني. وجود التافهين في مجتمعنا قد يكون أمر طبيعي، ولكن الشيء الغير بالنسبة لي بيسام بتخوف الجميع الكبير. كل شوي بيطلع حدا يحكي باسم الدين ويهاجم الشامي وكأنه الشامي صانع محتوى تافه، مع إنه بالأخير هو مغني وفنان، مو شيخ ولا داعية. إذا عندك مشكلة مع الأغاني انتقد كل الوسط الفني، ليش الهجوم دائما على الشامي وكأنه هو الوحيد الموجود؟ الغريب إنهم يقولوا محتواه تافه، بينما ملايين الناس تسمع أغاني وتحفظها وتقلده. الناس تقلد ستايله، لبسه، طريقته بالكلام، وحتى طريقة غناه، لدرجة إن الشامي بنفسه صار يحتاج يغير ستايله لأنه الكل صار ينسخه. الشخص التافه ما بيصير ترند بكل شيء يعمله، ولما صار عضو لجنة في The Voice Kids بلشوا يهاجموه لأنه عمره 23 سنة. طيب لما طفل صغير يشتغل من الصبح للمساء ما حدا يقول حرام صغير، بس لما شاب صغير ينجح ويصير مشهور فجأة الكل يتذكر عمره. المشكلة مو بعمره، المشكلة إنهم ما قدروا يستوعبوا إنه شاب صغير سبق ناس أكبر منه بسنين. الشامي مو فنان عادي، الشامي بيكتب أغاني بنفسه، يعمل اللحن بنفسه، يبني شخصيته بنفسه، مو مثل كتير فنانين يشتروا أغاني جاهزة ويطلعوا يغنوها. هو طلع من ظروف صعبة وكان لاجئ، وما كان عنده عائلة فنية أو واسطات، كل اللي عنده موهبة وتعب وحب للموسيقى. إذا الناس اليوم تسمع أغاني أكثر من أي شيء ثاني، فهذا لأن الفن يوصل لمشاعرهم، مو لأن الشامي أجبرهم. بالنهاية الأغاني فن، والفن مو جريمة. والشيء المضحك أكثر إن كثير ناس يا إما يهاجموه ويحكوا عليه طول الوقت، أو يحاولوا يقربوا منه بأي طريقة. يا بدهم تعاون، يا بدهم يظهروا معه، يا بدهم يربطوا اسمهم فيه، يا بدهم يلمحوا لعلاقة أو صداقة أو أي شيء حتى يأخذوا جزء من الاهتمام والنجاح اللي عنده. في كثير ناس على السوشيال ميديا، خصوصاً بعض مشاهير ورقصات التيك توك، كل محتواهم صار مبني على اسمه. مرة يعيدوا نشر أغانيه، مرة يعملوا تلميحات، مرة يربطوا حالهم فيه، ومرة يعملوا حالهم ضده. بالنهاية سواء حبوه أو كرهوه، هم يعرفوا أن اسمه يجلب مشاهدات.